السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. تلبيه للطلبات تاعكم. اليوم راح نقدم لكم نوع اخر من الحلوى طلبتوني فيه بزاف، وهي الصامصه التونسيه. نبداو بالمقادير. بسم الله. عندكم 3 كيلات نوازيت او البوفريوه او البندق محمص، يكون محمص مليح باش يجيكم بنين. بكيله سكر كريستاليزي او سكر حرش، وعندكم حسب الكميه تاع البوفريوات تحتاجوا هنايا للخطفه، ورق الخطفه او الديول يكون من النوع المربع باش يجيكم ما يدعلكمش ويجيكم مليح في الخدمه. اول حاجه نبداو فيها خاصه للمبتدئات الحب تاع النوازيت باش نحطوه. نرحيوه هكا الساع باش نكيلوه بيجيكم ساهل. هنا راح نكيل لكم بالفنجان. شوفوا جبنا 3 كيلات. لازم الكيله هذه تكون هكا مشوشيه، والكيله تاع السكر تكون مسوحه. هنا عندنا 1 2 3. انا هنا درت لكم كميه قليله برك باه نعتلكم، نتوما ضعفوا في جاوني 3. نزيدو كيلو سكر. السكر ما يكونش معمر كيما ديما السكر ناقص النوازات، هكا ما نعمروهاش. نحطو مع بعضاهم ونرحيو. هكا حتى يولي لنا على شكل طمينه، يولي لنا هكا، يولي هكا. من الاحسن هاد الربوات هادو اللي 1 2 3 اللي تتكي عليه هكا، هذا هو اللي يرحي ويرجع لك هكا، يرحي لك مليح. اذا كان ما طمنتلكش مليح والروبو تاعك ماهوش مليح، واش ديري لها؟ تلميها بشويه تاع الشوكولا تاع الطلي كيما النيتيلا ولا اي نوع من الشوكولا الطلي يكون بنين، وتلمي بها برك تتحصلي على عجينه هكا. بعد ما رحيناها وتحصلنا على هذه العجينه، كيفاش تجي. هنا نوزنو 15 الى 16 غرام. هنا كيف نقطعوا الخطفه او الديول، تحكموا اللي تعرف تقصها هكا بالعرض يجيوها 5 تاع لي باند هادو تاع الشرائط، واللي ما تعرفش شويه تقسمها منا بالطول وتقسمها على 4 مرات. طول الشريط واحد العرض تاعو انا نقول واحد 5 الى 6 سنتيمتر. كي نقصوا راح نتحصلوا على شرائط كيما هكا. نزيدو نقصوا الحاشيه تاعها هكا باش نخدموا. نبداو الان طريقه التشكيل. نحطو هكا، نهزو، نحطوها على شكل مثلث باش تجيكم ساهله هكا. ندورو هكا كيما نخدموا الصامصه العاديه. نزيدو حاولوا تشبعوا هنا الخدمه تاعكم باش تجيكم متقونه هكا. تدوروا هكا. هنا ما نوصلوهاش لاخر باش تجيكم ساهله. هنا نقطعوا هذا الزائد هكا مثلث،
نحاولوا هذا ندخلوه هنا بلا ما نلصقوا بحتى حاجه هكا، راح تحصلوا عليها هكا ونكملوا بنفس الطريقه. نعطيكم وحده كيفاه نزيدو نعطيكم وحده ونكملوا بنفس الطريقه. بعد ما كملنا تحصلنا على هاد الحبات، نجيبو صينيه ندهنوها بالزبده، نحطوا الحبات تاعنا فيها. كيعودوا حبات بزاف لصقوهم هكا في بعضهم لا تكفيكم البلاصه. نجيبو الزبده دايبه وندهنوها. نحطوهم في الفرن سخن من قبل على درجه 170 درجه، نخليهم مده 10 دقائق بزاف. اللي عنده الفول يشعل من فوق ومن تحت، يشعل من فوق ومن تحت مده 10 دقائق. بزاف تيبس لكم لا فارس من الداخل وتجيكم ماشي مليحه، تجيكم يابسه. نديوها دوكا طيب. هنا من بعد ما طابت، هذا هو السر تاع نجاحها. خليوها تبرد مليح باش تحطوها في العسل دفيه واحد يطلق روحو برك. خليوها تبرد مليح باش تحافظ لكم على القرمشه هذيك اكثر من مده اسبوع. لو كان تحطوها وهي سخونه يوم يومين تلقاوها طرات ولات مش مليحه. كي تخليوها بصح هكا تبرد وتحطوها في العسل دافي تبقى لكم مده طويله وهي تقرمش. انا خليتها بردت مليح. هكا نغطسوها مليح في العسل. خليوها واحد 5 دقائق ولا ونرجعو ليها نحيوها. نخليوها تقطر مليح ونعاودو نديرو لها الديكور تاعها. صفيوها من العسل. بعد ما خليناها قطرت شويه نرغدوها دركا في البيستاش. تحبوا تمرغدوها في البيستاش ولا في اللوز، وتحبوا تاني الحشوه ديروا لوز في بلاصه النوازيت
كما تقدروا اللي ما عندهاش دير كاوكاو عادي، ديروا نفس الطريقه برك. ناخذوها مليح، لكن ما حكمت لكمش دهنوها بشويه تاع العسل. نزيدو نديرو حبات اللوز ونكملو بنفس الطريقه. هذه هي الوصفه النهائيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعطيتكم السر لنجاحها وقرمشتها ولبيت لكم الطلب من طلباتكم. دمتم في رعايه الله، والملتقى في الوصفه القادمه ان شاء الله.